النائب طارق الطويل، بعد استلام كارنيه عضوية مجلس النواب للدورة الثانية على التوالي على المقعد الفردي تقول إيه؟ طبعا بقول الحمد لله وبنشكر ربنا طبعا، وبشكر اهلي في الدايره عندي للثقه اللي ادوها لي، ويا رب ان شاء الله ربنا يقدرنا ونكون قدها ونكون قد خدمه الدوله المصريه والشعب المصري. إيه أبرز الملفات أو الموضوعات اللي حضرتك هتتبناها في البرلمان الجديد إن شاء الله؟ يعني عشان نبقى نكون صراحه مع بعض، انا الدايره بتاعتي دايره ريفيه شويه، فالدايره الريفيه دي عندها نقص في بعض الخدمات اللي انا المفروض ان الناس يعني عندها طموح وعشمانه فينا والكلام ده، الا وهي الخدمات الصحيه، بعض الاشياء في بعض المستشفيات المركزي اللي موجوده هناك، وان ربنا يقدر يكرمنا كده ونقدر ان نحولها لمستشفى عام. عندي بعض الخدمات الصحيه، ملفات في التعليم لان عندي برضه نقص وبعض العجز في المدارس، الطرق، كتير جدا من الخدمات العامه وبعض المرافق العامه اللي الناس كلها مستنيه ان تشوف مننا ان احنا قدرنا نلبي بعض طلباتهم على الاقل من كل طلباتهم. تمام. النائب طارق الطويل، شكرا وبالتوفيق إن شاء الله.